في ظل ما تشهده الأسعار من غلاء بالنسبة لعموم الأجراء والفئات الشعبية والطبقة المتوسطة، طالبت المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل عقب اجتماع لها مع رئيس الحكومة طالبت بزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع من الطبقة العاملة من قدرة شرائية. طالبنا من السيد رئيس الحكومة سن ميكانيزمات من أجل التخفيف من هذا الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المجراء والفئات الشعبية. فطالبنا بالتخفيض ديال هذه الضريبة عن الأجر من أجل تحسين الدخل ديال الأجراء. الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل خلص إلى أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة تضم الحكومة وممثلي الاتحاد المغربي للشغل لتدارس كل المحاور المتعلقة بالمعيشة على أمل الوصول إلى نتائج ملموسة قبل فاتح ماي، معربا عن أمله في أن يكون العيد العمالي مناسبة لزف بشرى الزيادة في الأجور إلى الطبقة العاملة.